اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في مطبخ خالة القمر، إن شاء الله تكونوا لاباس. هذه هي الطابلة تاع نهار اليوم. الوصفة تاع اليوم راهي قلب اللوز، قلب اللوز اللي تنافس قلب اللوز المحلات. من الاخر راهي طوب بزاف مليحه، بزاف بنينه، بزاف مشربه. لا كولير كلش. هذه تحليه، هذه الشربه، هذه لا دوغاد محشيه بالروز، راهي كاينه في القناه. تلقاو الوصفات تاعها. هذه شاورما، الخبز تاعها والحشو تاعها تلقاوه تاني في القناه. كما قلت لكم كلش راهو في القناه. الوصفه تاع اليوم راهي قلب اللوز. قلب اللوز طريقه سهله بزاف بزاف، طريقه تخلي اللي يذوقها يقول لك هذه مشريه، ومشريه من عند واحد سبيسيال تاع قلب اللوز صح. تبعوا الوصفه. ديروا ما نقول لكمش بالتفصيل، وسهله سهله تبعوها برك. ديروا نفس المقادير وتشوفوا النتيجه اللي تحصلوا عليها. بلا ما نوصيكم تعليقاتكم لي زابوني تاعكم يفرحوني. نروحوا للوصفه بركه الله. نبداو بالشربات باش تبرد لنا. عندنا هادو لي طرونج تاع القارص، ولا زوج دواور هكا، ولا نص حبه قارص. وهذا الكاس تاع 220 مليلتر هذا نقيسو به كامل وصفه كامل نقيسو به. عندنا ربع كيسان تاع سكر عادي، سكر حبيبات هكا. الكاس ممسوح ربع كيلات. بسم الله. الاول، ثاني، ثالث، والرابع. هذا الرابع هكا. نزيدو الماء 8 كيلات، الدوبل تاع السكر. الشربات هذه راهي تجي يعني مليحه مع العجينه. فضل لي انا حوالي واحد الكاس. يفضل لكم خير من تبقى لكم العجينه مازالت ماهيش مشربه وتوليو تجريو تزيدوا تعاودوا طيبوا. مهم هكا خير وخير. 8 كيلات. هكا. ونبقاو نخلطوا هذاك السكر اللي راهو لتحت خلاص. نبقاو نخلطوه حتى شويه هكا يذوب لنا شويه، يتخلط مع الماء. ونحطوه فوق النار نقولوا متوسطه، ونخليوه حتى يبدا يغلي. كيما راكم تشوفوا راهو بدا يغلي. دركا نبداو نحسبوا له ربع ساعه. بعد ما فات ربع ساعه نحيناه من النار وحطينا له ربع كاس تاع ماء الزهر، يعني الكيله هذه ربع ماء الزهر هكا. نخلطوه ونخليوه يبرد. وهذا الدقيق تاع قلب اللوز. روحوا اللي يبيع السميد وقول لهم تاع قلب اللوز ويجي خشين بزاف، الحبه تاعو خشينه، وثاني يجي شغل رايح القهوي. شوفوا حنايا حابين قلب اللوز تاعنا تجي خشينه ماشي رقيقه، رايحين نديرو 6 كيلات. 6 كيلات بهذا الكاس، نفس الكاس 6 كيلات تاع السميد. كما قلت لكم راهو يتباع ويجي خشين كيما تاع البربوشه، الحبه تاعو ولا تاع الكسكسي. كل واحد كيفاه يقول لها. الحبه تاعو خشينه وتجي شغل مارون ماهيش بيض. 6 كيلات قد الكاس ممسوح. شوفوا كيفاش ديروا هكا تلقاوه. دخلوا هكا صبعكم تلقاوه يوصل هذه الحداده. انا من بعد خممت قلت هو يجيني منفوخ ويزيد يتنفخ وكل شيء، نزيد نديرو معاه سنيوه خلاف باه ما تجينيش كبيره بزاف. السميد نحط له هكا رشه مليحه تاع ملح. وعندنا هذه مغرفه صغيره بومبي تاع لافاني. السكر مادام حطينا 6 كيلات السكر نحطو 3 كيلات. ديما ديروا النص كيما الشربات درنا 8، السكر درناه 4، والماء درناها 8. ودركا هكا كيلان ممسوحه 2. وهذه الثالثه تاع السكر ممسوحه تاني. الحلاوه راهي تجي كيما تبغيو. درك هذا البول نحطو فيه السكر، نحطو فيه كاس تاع البن، ونحطو فيه كاس زيت.
وعندنا كاس ماء الزهر، 3 كيلات سكر، كيلة البن، كيلة زيت، وكيلة ماء الزهر، ونخلطو هكا بالبرا باه من بعد ما نقلقو رواحنا ما نخلطو هذاك ونقول لكم حكوا مليح السميدو. اني درت لكم هذه الطريقه اللي سهله. خلاص تبقاو تخلطوا مليح حتى تشوفوا السكر هذاك داب. خلاص شوفوا اني شت هكا بالطريقه هذه، شت لقيتو شويه مازالوا الحبيبات. دوك نزيد نخلط كيما قلت لكم. مال فانايا ندير السميد ونخلط ونحك مليح ونقول لكم نحكوا باه تنحى لكم هذاك وديروا هكا وفتلوه باه ما يجيكمش معجن. المهم هذه كامل نحيتها لكم. شوفوا ما تستخدموش يديكم خلاص في العجين بالبرا هكا. خلطنا كلش 3 كيلات تاع السكر وكملوا كلش كيلة زيت البن ماء الزهر. تخلطوا هذاك السميد مع لافاني هذيك ومع الملح، خلطوها ومن بعد حطوها. هذه جاي دوك هنايا بعد يزيد تخلط كلش ونخلطوه هكا بالمغرفه. ما نديرو والو، ما نقيسوش بيدينا. خلاص سهله مهله، ما كان سهل من هك. والنتيجه رايحين تتفاجئوا منها، راهي هايله هايله بزاف بزاف. شوفوا كيفاه وتخلطوا. شغل حاولوا كيفاه تفتحوها شغل تخلطوا هذاك السكر بيتخلط هذوك السوائل مع السميد تاعنا وتخلطوا هكا وتفتحوا بالشكل هذا. كيما تخلطوا هكا خليوه يرتاح واحد نص ساعه باش هذاك السميد ودقيق هذاك والماء والسكر دوك يتخلطوا مليح ويشربهم هذاك السميد. كما قلت لكم شريو تاع قلب اللوز اللي يجي خشين بزاف. ذوبنا سمن كما قلت لكم. حابين نديروا قلب اللوز اصليه تاع زمان، تاع اللي تروحي تقولي هذاك سبيسيال في قلب اللوز، راهو يخدمها بالطريقه هذه. السمن هذه بعد ما ارتاحت لي نص ساعه حطينا السمن في كامل البلاط تاعنا. قبل ما تحطوا لازم تخلطوا هك. كل ما تجيو تستخدموا تمسوا في هاد العجينه لازم تخلطوها هكا مليح وتفتحوا. تخلطوا وتفتحوا كل ما تستخدموها افتحوها بالشكل هذا. عندنا لوز محمص مرحي مليح حوالي واحد 4 مغارف 5 مغارف كبار، ونزيدوا لها هاد العجينه نديروا لها 3 مغارف كبار ونخلطوهم مليح. وعندنا قرفه راس مغرفه صغيره، هذه اللي ما يحبش القرفه باه تجي نكهه خفيفه. اللوز لازم نحطوا له القرفه، واللي يحب اكثر يكثر يدير مغرفه نقولوا صغيره كيما هكا. شوفوا كيفاش ندير لها. وكاين اللي كان حابينها تبقى هذيك تكون لكم مارو ولا تجي شويه قاويه كيما دوك اللي يحطوا الكاكاو برك يحطوا الكاكاو في العجينه ويديروا تبقى هكا تجي متسيباريه. تقدروا تحطوا هنا كاكاو، زيدوا نص مغرفه كبيره كاكاو باه تجيكم لا كولور قويه بزاف. بصح انا حابه ندير كلش طبيعي، ما ندير لا كاكاو لا والو. نحط هكا، نحط العجينه واللوز والقرفه هكا. هي من بعد كي تجيو تقسموها ما راحش يبان لكم، بصح الذوق والريحه هايله. مانيش حابه نخلط الكاكاو. انا راح نزيد سنيوه مع البلاطو. قلت مادام العجينه بزاف وراح تجيني زايده بزاف طالعه بزاف ندير سنيوه خير. كما قلت لكم اللي يحب تاني ما يحطش اللوز ما عندوش اللوز يدير العجينه برك وينحي هذاك اللوز خلاص والقرفه وهذاك ما يحطش خلاص تاني تجي بزاف مليحه. كاين اللي يحط كاكاو مع العجينه ويدير المرحله هذيك تاع اللوز. كميه صغيره باش نزيدو نحطوا لها الحشو هذا. حاولوا كيف ما تخرجوش واحد سنتيم هكاك ما تخرجوش باه ما يتحرق لكمش. الحشو هذا كون يقيس يخرج يقيس السنيوه تاعكم راح يتحرق لكم وتجي ريحه ماشي مليحه. حاولوا هكا تخليت 1 سنتيم. وكي تزيدوا ديروا العجينه بداو مشطوط. شوفوا قبل ما نجي ندير راني نعت لكم قبل ما نجي نستخدم العجينه لازم نخلطها صح. شوفوا كيفاش تبداو بالشطوط هكا بالحواف هادو
باش نضمن باللي ما راحش تخرج لنا والعجينه راهي جاريه. ما تخافوش كي تلقاوها جاريه خير وخير، تجي مليحه هكا. هكا ومن بعد تطرحوها، حاولوا كيف ما يبانش هذاك الحشو تاعكم هكا كما قلت لكم باش ما يتحرق لكمش. نهي تدي الطياب. والسنيوه هذه ماشي كيما البلاطو، الطيابه ماشي السنيوه دات لي 20 دقيقه والبلاطو دالي 45 هكا. وخبطوها كيما هك وحطوا تاعكم اللوز انايا حطيت الماء يغلي مليح ومن بعد طفيت عليه وحطيت فيه اللوز هيا شويه هكا واحد 3 دقائق ونحيت له هذاك القشور وزدت حمصته شويه وخلاص. هذا اللي يحب يدير اللوز يشريه مثلا بالقشور من بعد يقشرو نورمال سهله. دركا نروحو نخدمو البلاطو تاعنا هكا. كل بلاطو والله جاني طالعه قلب اللوز طالعه بزاف، يعني ما تجيش ناقصه خلاص، تجي طالعه هايله. هذه قلب اللوز على اصولها كما يقولوا حاجه مليحه. كما تقولوا وين هو الشخص هذا اللي يبيع قلب اللوز المخير باه نروح نشريه؟ راهو اصلي بالسمن باللوز بالقرفه، ريحه تاع المزهر واش نقول لكم هايله هايله. اللي مال ياكل لكم حبه قادر ياكل لكم 2 حبات 3 نورمال. خبيوها ماله. شوفوا الوصفه هذه تابعوا برك تفاصيل، يعني ما فيها لا اسرار لا والو، راهي سهله ناجحه 100%. نبداو ديما بالشطوط هكا. هاني شوفوا زيماه لا كولير تاع السميد راهو جاي في المارو بالشكل هذا. راني زوميت لكم هكا باش تشوفوا. تحطوا كامل تغطيو بها، تبداو بالحواف هكا باه ما يبان لكمش الحشو هذاك باه ما يتحرقش هكا. كملوا كامل العجينه حطوها والله سهله. يعني نخدم وندير في الفطور ما جاتنيش خلاص باللي حاجه صعيبه ولا هكا. وطرحوها الطريقه اللي تخدموا فيها البراج، تبداو بالشويه هكا وتطرحوا باش الغرس هذاك يروح لكامل العجينه هكا بالحشو كامل يتحرك مع العجينه. العجينه راهي جاريه ما تعبكمش خلاص. شوفوا بيدينا ما نحتاجوش نجيبوا حاجه هكا باه نملسوها من فوق. العجينه راهي رطبه نقولوا جاريه راهي تتحرك وحدها. ديروا هك برك بيديكم وخلاص بالشكل هذا. حاولوا كيفاه تجي كامل قد بعضها. شوفوا راهي في النص تاع البلاط من بعد مع الشربات راهي تتنفخ لكم هكا. خبطتها شويه ومن بعد نحطوا اللوزات بالشكل هذا. انا درتهم هكا حبيت نحلي من القشور وهادو هما نخليهم واحد سويعه هكاك ترتاح. نحطوا لها هذا السمن، نحطوا لها السمن من فوق هكا مليح. نحطوا لها مليح السمن كابه دير لنا اللون هذاك الباهي والريحه تاع السمن تاني راهي تلعب دور في قلب اللوز هكا. نديرو السنيوه تاني كي خرجت السنيوه خير جات هايله جات بزاف. وتاني جاني البلاط مليح كنا زاد طلع لي بزاف هكا. دهنوها مليح ومن بعد خليوها ساعه باش طيبوها خليوها ترتاح. الفرن انايا كي ولاتني فات لي واحد نص ساعه حطيت الفرن باش نشعلو. ها هي الشربات راهي بارده وزيد تبرد لي مليح. قلت لكم الفرن راهو شاعل نقولوا قبل نص ساعه. وهذه خليتها ترتاح لي واحد الساعه هكاك. كي لقاو الحواف هذوك حمار وحمار ولا كل هذيك حمراء قاويه تما نطفي عليها من تحت. شوفوا كيفاش ولا لي. شوفوا كيف حطيتها في الرف الثالث
حطيتها في الرف الثالث. والفرن تاعي راهو اقصى درجه نديرتو في الرف الثالث هكا باه طيب لي كامل قد. وشوفوا الحواف كيفاه اللون تاعهم. ونزيد نشعل لها من الفوق. زدت هبطتها في الرف هذاك الاول باش تزيد دير لي اللون واحد. شوفوا الله يبارك اللون كيفاش جا طياب من تحت. دات لي 45 دقيقه. من الفوق كي تلقاوها حمارت سي بون. شربت لازم بالمغرف ما ديروش بالكاسرول طول راهي تحفر لكم. لازم بالمغرف. شربت راني نشربها كي لقاها حبست لي شربت لي سي بون هكا. نزيد نحط لها تبقى مليحه نعومها. والفرن راني طفيته ونزيد ندخلها للفرن باه تشرب لي مليح. هكا راني معومتها هكا نقولوا زايده الفوق هكا تلقاوها فايده. من بعد هاني خرجتها شربت واحد 2 دقائق شربت لي. دركا نزيد نعومها ونخليها ليله كامله. حاولوا كل ما تخليوها تقعد ولما تلقاو النتيجه مليحه تتقسم مليح تلقاوها شربت مليح. هذه هي. دركا شوفوا كيفاش زدت عومتها وخليتها ليله كامله. زدت عاودت نفس الطريقه. زدت خليت الفرن نص ساعه يسخن لي كيما طيبت البلاطو. زدت حطيت هذه في الرف الثالث طابت لي من تحت. شوفوا كيف حمارت لي. ونزيد نشعل لها من فوق. دات لي 20 دقيقه الطياب تاعها. زادت حمارت لي من فوق. درك نشربها. قلت لكم 20 دقيقه هاد السنيوه دات لي. والبلاطو دالي 45 دقيقه قد. درك راني قاعده نشرب فيها بالطريقه هذه حتى نلقاوه هذاك السيرو فايض على العجينه. ومن بعد نحطها في الفرن وما نزيد نخرجها نزيد نعومها ونخليها. الطريقه راهي واضحه ما تخافوش كلش سهل. واي حاجه خليوا لي كومونتير راح نجاوبكم. وهذه هي قلب اللوز الله يبارك. شوفوا كيفاش جات قلشيناها من برا. شوفوا اللون تاعها كيفاش كيما شربت لي هذا الشربات. شوفوا كيفاش تبدل لي اللون تاعها عاد هايل. شغل شيناها من برا. الذوق راهو علامه. الذوق راهو رائع يعني معنى الكلمه. بزاف جات بنينه. راهي مشربه مليح. الحلاوه تاعها هايله مليحه ماهيش حلوه بزاف وماهيش نقولوا صامته. راهي حلوه قلب اللوز. يعني الذوق رائع. نتمنى تجربوا الوصفه هذه راهي سهله. اي وحده جامي دارتها ننصحها دير. حتى ولا حبيتي ديري كيله صغيره. شتو انايا الكاس تاعي اللي قست به نتوما ديروا ليه حتى فنيجل صغير فنجان صغير تاع حليب ولا تاع قهوه وديروا السنيوه هذيك الصغيره. من هذيك السنيوه ما تديركمش بزاف. هاني بعد ما قسمتها شوفوا كيفاش راهي مشربه كيما نروحوا نشريوها. والبلاط تاعهم هكا يكون يخرج لهم العسل تاعهم هذا. شوفوا كيفاش جات معسله ما شاء الله. الذوق يعني هايل ذوق هايل كيما قلت لكم. اللي ما عندوش اللوز يقدر يديرها هكا كبر. ساعات انا ما يتوفر ليش اللوز نديرها عجينه برك وتجي بزاف بنينه. نديرها في اي وقت رمضان ولا نقولوا فطار ناكلوها ديما. نخبي هكا في الكونجيلاتور ونجبدها تجيني جديده. نقسمها كيما هكا بصح ما نحط لهاش الكارت. نحطها في بورتمونجي نغطيها نقولوا بابي فيل ونزيد بالغطاء البورتمونجي يعني مغلقه مغلوقه مليح. هيا ونجبد ساعه نجبد هكا 2 حبات. يعني خير من برا وما تسقاملكمش هذه. شوفوا الله يبارك راهي كبيره هايله. وهذه هي طابله تاع نهار اليوم. صحة صيامكم صحة فطوركم تصوموا ان شاء الله بالصحة والهنا. يعني جات بزاف مليحة التحلية هذه. فطور هذا راهو يعني الوصفات راهي في القناة. ان شاء الله تتابعوا القناة. ان شاء الله تخدموا هاد الوصفات راهي بزاف بنينة. انا اول حاجة نحوس على البنة هي كلش. نتمنى ديروها. هذه قلب اللوز وتجربوها كيما قلت لكم. تحبوا ديروا حاجه قليله ديروها في السنيوه هذيك الصغيره. حتى وتحبوا نديروا الكيله فنجان قهوه وديروا السينيه هذيك وشوفوا النتيجه. ديروها بلا لوز بلا والو وشوفوا النتيجه. لا بالي ما تزيدوش خلاص تشريوها من برا. شوفوا كيفاش راني نقسم فيها. شوف كيف نفتت فيها الحبيبات راهم مشخشه تبلا كل حبه وحدها معسله للقلب. نتمنى ديروها ودمتم في رعايه الله وحفظه.